السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حرفيا في فيديو أسطوري جدا. النهاردة أعلمك إزاي تشحن في لعبة إف موبايل وعن طريق المحفظة الإلكترونية اللي بتبقى على الخط بتاعك، سواء كان اتصالات كاش سواء كان فودافون كاش. فالنهاردة خليك تشحن فيها بكل طريقة بكل سهولة جدا. أي عرض أنت عايز تشحنه في لعبة إف موبايل خليك تشحنه حرفيا بأسهل طريقة، بطريقة مضمونة 100%، وكمان هيبقى عليها خصومات وحاجات زي كده. فالفيديو ده هيكون مهم جدا للناس اللي بتحب تشحن طبعا. وكمان لو مش بتحب تشحن ففي عروض كتيرة جدا بتبقى قليلة ب 19 جنيه وب 20 جنيه. عروض حرفيا بتبقى قليلة جدا واسطورية، بتبقى لازم ان انت تشحنها. فاعرف عليك النهارده، ولكن قبل ما نبدأ لايك اشتراك، عاوزين نوصل لل 2000 مشترك ان شاء الله قبل العيد. وليتس جو على الفيديو. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده يا معلم، انت عندك عروض كتيره جدا في لعبه اف سي موبايل هتقدر تشحنها، ولكن للاسف لما بتيجي تشحن بيقول لك لازم في فيزا، والفيزا لازم تكون مربوطه بامريكا وحاجات زي كده. يعني حرفيا تبقى حاجات نوعا ما معقده شويه ومحتاج فيزا والكلام ده كله. فانا هخليك النهارده تشحن من غير اي فيزا او اي حاجه، وبطريقه سهله جدا ومضمونه 100%. مبدئيا كده طبعا هتطلع بره لعبه اف سي موبايل، وهتقوم محمل التطبيق ده اللي هو قصائم مصر او كاري فاست شوب. هتحمل التطبيق ده وتدخل عليه عشان اعلمك منه ازاي تشحن اي عرض. وادي هنا دخلنا على التطبيق. حرفيا التطبيق في كل الالعاب اللي ممكن تتخيلها. يعني عندك مثلا فري فاير، كول اوف ديوتي، بابجي، اف سي موبايل، اي لعبه انت عايز تشحنها. بس تقريبا هنا مفيش لعبه بيس موبايل، فللاسف يعني ممكن كمان تشحن بلاي ستيشن، ممكن تشحن ستاب، ممكن تشحن روبلوكس، ممكن تشحن اي لعبه انت عايزها. ولكن احنا موضوعنا النهارده في لعبه اف سي موبايل، وكمان هنشحن مع بعض حتى لو عرض صغير. عشان ايه؟ اوريك ازاي تشحن منه بكل سهوله. مبدئيا كده هنا جايب لك ايه؟ الاف سي بوينت وكمان السيلفر، وهنا عليه عروض يعني 20% زياده. فمثلا لو شحنت ب 20 جنيه المفروض يديك 40 اف سي بوينت، ولكن هو هيزود لك عليهم 8. فكده يعني تشحن بقى هنا اي عرض. ولكن انصحك دايما تشحن في السيلفر، لانه بيبقى يعني نوعا ما احسن شويه وكده يعني. فالاول طبعا احنا عندنا ايه؟ عندنا العروض. احنا العروض دول هنشحن منهم في السيلفر. طب هنشحن ايه؟ نشحن مثلا اي عرض. يا عم خلينا نشحن العرض ده ب 50 جنيه، هيدينا 99 سيلفر. وهقول لكم كمان شو هنعمل بيهم ايه جوه اللعبه. فهتنزل هنا تبدا تختار بقى انت هتشحن ازاي. فانا طبعا انا هشحن باتصالات كاش. تبدا بقى تكتب رقم التليفون بتاعك، يعني ده رقم التليفون. فكده انا كتبت رقم التليفون بتاعي. وهنزل هنا بقى نكتب المعلومات بتاعتي، يعني الاسم بتاعك. يعني انا مثلا اكتب الاسم بتاعي هنا اهو عمرو، واسم ابويا عمرو عماد، فاكتب عماد. الايميل الجيميل بتاعك تكتب الجيميل بتاعك عادي جدا. فهنا مثلا ماي. كده كتبنا الجيميل بتاعنا. تكتب الرقم كده احنا ماشيين مع بعض خطوة خطوة عشان تشحن كل حاجة بكل سهولة. هتيجي تدوس على اللي هي ريسيت تو باي عشان تشحن العرض، هيقول لك مش هيرضى عشان انت ايه؟ ما دخلتش اهم حاجة وهي معرف المستخدم. هنا عشان تشحن في التطبيق ده مش محتاج تدخل حسابك. انت محتاج هتدخل على اللعبة طبعا عشان تشحنه بكل سهولة. مش هتتدخل حسابك عشان طبعا التطبيق يكون مضمون 100%. انت محتاج بس الاي دي بتاعك. هتدخل هنا على اللعبة وتدوس نسخ. كده اول ما تدوس عليه هو هينسخه لك على طول، وترجع مرة تانية على التطبيق. رجعنا. هتدخله على طول. فكده خلاص هو بقى معاه معلومات حسابك. او شايف كاتب لي الفيفاوي عمرو او اسم الحساب بتاعي في لعبة اف سوبر، وكاتب لي ايجيبت اللي هو بلد الحساب. فكده اتأكدنا من كل حاجة. كل حاجة معانا تمام. تمام. يبقى بقى ايه؟ ريكورد تو باي، او نروح بقى القسم بتاع الشراء عشان ايه؟ نشتري. تستنى هنا شويه لغايه ما يبعت لك على المحفظه بتاعتك عشان يتاكد بقى، عشان تبدا بقى تدفع له الفلوس. لو قلنا العرض ب 50 جنيه يعني المفروض ندفع له 50 جنيه. فهنا ايه؟ مستنيين دلوقتي احنا رساله. هو جالت لنا رساله بيقول لك لتاكيد دفع المبلغ 50 جنيه. انت هتدخل على التليفون بتاعك وتكتب نجمه 3 سبعات نجمه 5. ندخل على التليفون اهو. انا قدامكم خطوه خطوه عشان تكون كل حاجه قدامك مظبوطه 100%. نجمه 3 سبعات نجمه 5 شباك. هتدوس اتصال وتختار الخط بتاعك. ادخل الرقم السري للبطاقه، الرقم السري للمحفظه بتاعتك هتكتبه هنا وندوس ارسال. وانا بيقول لك اهو ان كاري اللي هو كاري فاست او كاري 1 اس تي بيقول لك ان هو عايز منك 50 جنيه. فانت تدوس على رقم 1 عشان تدخل بقى على اللي هو الطلب بتاعهم.
كده انا ماشي معاك خطوه بخطوه عشان تكون كل حاجه قدامك، وكمان اشحن العرض قدامك عشان تكون كل حاجه ايه معاك مظبوطه. هو بيقول لك التأكيد دفع مبلغ 50 جنيه من محفظتك، قبول الطلب ولا رفض. احنا طبعا هندوس قبول. كده المفروض دلوقتي هو خلاص كده هو اخد ال 50 جنيه، قمت بدفع مبلغ 50 جنيه للتاجر. دلوقتي بقى ندخل على لعبة ابس موبايل وهنشوف الحاجات اللي جات لنا اهو. اول ما دخلنا على اللعبة بيقول لك تم اشتراك بنجاح رسميا، المكافأة جات لنا، بيقول لك قمت بالدفع والحاجات دي كلها. فاهي دلوقتي هنستلم ال 99 فوت دي بتوعتنا اللي هنقدر نشحن بيهم العروض. هو ال 99 فوت دي، وكمان كل ما تشحن اكتر من التطبيق كل ما يديك نقط، والنقط دي تقدر تشحن بيها عروض تانية. فحرفيا التطبيق لذيذ جدا، وعلى فكرة مش بعمل اعلان، مش بعمل اي حاجة، هو بس عشان التطبيق الصراحة عجبني فقلت ايه اوريه لكم عشان تستفادوا منه. فالصراحة التطبيق روعة الصراحة، ما بالسهل وكل حاجة قدامك واضحة وبسيط جدا يعني، وتقدر تشحن منه عروض كتيرة جدا يعني. فهنا طبعا احنا كنت عايز اشحن تصريح النجم ولكن نوعا ما غالي شوية، فاحنا هنشحن اللي هو العرض اللي احنا قلنا عليه اللي هو ده من 101 ل 107. نجربه، في ناس بتقول العروض هنا الباكجات هنا بتبقى حلوة. فبسم الله الرحمن الرحيم، لعل وعسى يطلع لنا اي حاجة كويسة من الباكة دي. بسم الله. طبعا هنا هيديك 50 فضي، وكمان لاعب من 101 ل 107. بسم الله بسم الله. فرنسي، طلع لنا عثمان ديمبلي. والله الفلوس كانت حلال يا جدعان، ما اعرفش ايه اللي حصل، بس عثمان ديمبلي طلع لنا من الباكج ده. فكك من الباكج بقى، انت دلوقتي عرفت الطريقه ان انت تشحن بيها والحاجات دي كلها. فحرفيا التطبيق سهل جدا والتطبيق جميل جدا، وانصحكم كلكم تشتروا منه يعني. او لو انت عايز تشحن، لان في عروض بتنزل ب 19 جنيه وحاجات كده بتبقى يعني رخيصه جدا. انصحك ان انت تشتريها، بتبقى مفيده جدا على فكره ليك يعني. في عروض زي ما بقول لك 19 جنيه وحاجات زي كده بتبقى حلوه قوي. وبس بكده كنا وصلنا اخر الفيديو بتاعنا. بتمنى منك لايك، اشتراك، عاوزين نوصل لل 2000 مشترك ان شاء الله قبل العيد. سلام يا معلم.